ازيكم عاملين ايه؟ وصلنا المره اللي فاتت اللي احنا كنا عايزين نربط تليجرام، وبالفعل انا قدرت ان انا اربط تليجرام وعملت اول رساله يعني وكده. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. اول حاجه بتخش على التليجرام من هنا وتفتح حاجه اسمها بوت فازر. لو اعمل سيرش عنه بوت فازر مشهور يعني، هتلاقي جنب علامه الصح، اتاكد هو معمول على علامه الصح، وتاكد ان هو 5 مليون يوزر. افتح الاوبن. بعد ما تعمل الاوبن ابن كريت نيو بوت، هنسميه AWS توتوريال بوت. تمام. وكريت بوت هيجيب لك كي شبه ده. مفيش مشاكل لو عملنا كده. كده كده مش هنعرف ناخده كوبي غير بالطريقه دي، بس انت ممكن تاخده لو انت فاتح على الجهاز، ممكن تاخده كوبي بطريقه عاديه اسهل من دي يعني. نرجع للتيرمينال بتاعنا. في شويه خطوات انت هتعملها، وخلي بالك من اللي انت هتعمله عشان حاجات كتير هنعملها. اول حاجه، احنا كنا عاملين الدكتور فيكس دوت تستخدمه لما تلاقي ان في حاجات كتيره بايظه ومش قادر تصلحها. الكوماند دوت احفظه عندك، دكتور فيكس. في حاجه تانية، الاوبن كلاود موديلز. اوبن كلاود موديلز ديت هتفتح لك كل الكونفيجريشن والايجنت دايركتوري والديفولت والفول باكس والايمج موديل لو في ايمج موديل، لو في ايمج فول باك، والاناليسيز والكونفيجريشن موديل بتاعنا، والكونفيجريشن موديل بتاعنا هنا اهو. طيب، احنا محتاجين الاوس ستور. الاوس ستور ده عشان اسجل فيه الكي بقى بتاعي. اروح جاي عامل كاتب نانو، واروح كاتب، واروح اخدها كده كوبي، واخده كوبي وبيست. هيفتح لك صفحه. الصفحه ديت يعني مثلا لو قلت له نانو كي دوت جيسون مثلا هنا، هيفتح لك الصفحه دي كده. هتلاقي فيها حاجه، هتلاقي جيسون مكتوب كده كي، هتلاقي جيسون مكتوب كده كي، والكي بتاعك هنا اس كي، والكي بتاعك هنا بتاع اوبن راوتر هتروح مغيره للكي الجديد. انا كنت عامل الكي الاولاني بيخلص في خلال ساعه، فكان جيب لي يوزر اي دي ايرور. لو جاب لك يوزر اي دي ايرور ما تخافش من حاجه شبه كده، ممكن انك تعمله عن طريق حاجه تانية اللي انت بتعدل عن طريق الاوس. بس طبعا مش هتستخدم الكوماند ده. بعدين تدوس بعد ما تعدي عليه اس كي كذا تدوس عليه كنترول اس، بس احنا هتعمل كنترول اكس وان عشان تطلع بره. بس طبعا مش هنستخدم الباص ده، هنستخدم الباص ده. هتستخدم انت الباص ده، يعني الكوماند بتاعك اللي انت هتستخدمه هو ده. تمام. ده عشان تعدل الكي اوس بتاع الموديل، تظبط الكي يعني. كده اول حاجه. في حاجه تانية وهي الدكتور فيكس، خلاص خلصناها. طيب في حاجه تانية وهي اوبن كلاود اون بورد، علشان نظبط كويك انستول ابديت فاليبلز. سكيب فور ناو ولا سكيب فور ناو. والراوترز اير، احنا اخترنا الحاجه دي مختارنا قبل كده. تليجرام بوت، قول لي التليجرام بوت اي بي اي بتاعي. هو اختار الاي بي اي بتاعي. انا اخده كوبي، اتاكد انا عامله بيست، لا انا غيرته. اخده من هنا كوبي. كده كده انا هعمله ريفوك. ف لازم الاول اخده كوبي بعدين اعمل له ريفوك. ماشي. موديفاي سيتنج ولا موديفاي سيتنج؟ كيبيت نو. انت الاجرام كي جديد اهو. وبعد ما اخلص الفيديو اعمل له ريفوك. تمام ماشي فاهم. هنا skip for now reinstall. تمام. طيب، فهو هنا اشتغل معايا وكل حاجه تمام. دو ات ليتر، خلاص كده الامبوردنج تمام.
في حاجه بقى المفروض تعملها، الجيت واي. الجيت واي لازم التيل سكيل بتاعها يكون سيرف. يعني ايه التيل سكيل بتاعها يكون سيرف؟ هقول لك. يعني هتعمل امبورت تاني، ثانيه هو عملتها غلط. امبورت تاني، يس، مانيوال، ديت فاليوز، لوكال جيت واي، ريموت جيت واي، تحط ده شبه ما هو، توكن شبه ما هو، جيت واي توكن ريكوايرد، التوكن بتاعنا اكس 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 1 دي 3 اكس 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 مثلا. مش هو ده اللي انا عايزه برضو، معلش. يس، مانيوال، لوكال. مش هو ده برضو اللي انا عايزه. انا عايز التيلي سبيس configure port network receipt. ايوه، config only. ايوه هو ده، توكن اللي هو السلام 1 2 3 مثلا، الريموت كونفيجريشن. طيب تعال نجرب كده. هو مش راضي يخليني افتح مش راضي يخليني افتح الجيت واي في الباك جراوند، مش راضي يخليني اعملها. خلاص تمام. فالمهمة اللي عندنا ان هو المهمة اللي عندنا ان هو هنروح جايين هنا ومجربين الشات بوت. بص بقى هنعمل ايه دلوقتي. خلاص نعمل ستارت. المفروض ان هو هيرد، ولكن مفيش رد. انا بوظت حاجات في الكونفيجريشن صح، راح جاي عامل دكتور فيكس. روح راجع تاني هنا. المفروض هنا ان هو شغال كده، راح جاي يعمل بير. تمام كده. طيب مش راضي. طيب التيل سكيل سيرف، تيل سكيل سيرف اللوك unconfigured. config gateway connection target drama to drama execute drama to drama execute. ماشي، اقول له كده هي الرسائل بتوصل ولكن مش بتسمع. بتسمع في التاني ولا بتسمع في التاني حتى. طيب حل في ايه؟ جيت واي ستوب. انا عايز ستوب، انا مش عايز. انا السيرف تاني. نعمل دكتور فيكس من اول وجديد. هنفضل في البروسيس دي على طول بقى طول ما احنا شغالين لحد لما يظبطوا الكلام ده هم، او يخلوا الدنيا اسهل من كده، او يعلمونا بقى. عشان الصراحة الكونتنت مع الرغم ان في فيديوهات كتير على اليوتيوب، الا ان الكونتنت بتاع الموضوع ده مش لطيف، او
وانا اللي محتاج اتعلم اكتر ان شاء الله. طيب انا مش عارف المشكلة في ايه، وهنا مفيش اي رد. تعال نجرب تاني. states. خلينا نجرب من الاول جديد. طيب نمسح كل حاجة for receipt. خلينا skip provider والراوتر air free getaway. بص بقى هنا تيلي سكيم اي دي توكن سيرف. ايوه هي دي الحاجات اللي كنت محتاجها انا من الاول، هي دي الحاجات اللي انا كنت محتاجها من الاول. receipt on next yes link to generate configure share channels yes telegram bot token. هو ده كويس. اتأكد ان ده كده هو ده بيست انتر تليجرام بوت saving KBTS finished dim access default bearing no. بعد كده configure skills no. skip for now. install gateway service not recommended. reinstall. do this later. بس فهو كده المفروض يشتغل. واخيرا وليس اخيرا مبروك يا جماعة، شغلناه. يا دي لحظة نصر، دي لحظة نصر. بير بص بقى، مش بيقول لي ان التيل سكيل سيرفيس انيبلد، بس الماجيك دي ان اس هو اللي محتاج يتظبط. حل المشكلة ديت انا كنت عامله قبل كده. هتروح رايح عند التيل سكيل تعمل سيرف بالمنظر ده، بس الاول توقف الاوبن كلو جيت واي ستوب. تمام بالمنظر ده. وتروح جاي اعمل كده بس. جاي اعمل بير لو قلت له هلو احنا على التليجرام، بيقول لي ربط حسابك في تليجرام، احنا على التليجرام. سأله بس كده ولا لسه هتربطه. لما بعمل بير بيجيب لي الايرور ده، ما اعرفش ليه، بس لما بعت له رساله ممكن عشان انا كنت عامل قبل كده كونفيجريشن. هو تقريبا بص هيجيب لك بير، لما يجيب لك بير هيجيب لك رساله شبه دي. بص لما تعمل بير اول مره او تبعت له ستارت هيجيب لك رساله شبه دي. هتاخد الكوبي دوت، تاخد الكوماند دوت، تاخده كوبي وتروح رايح بيه علشان تعمل
انفوك في التيرمينال عندك وترجع له تاني بس. اه هو ممكن عشان انا ما قلت يعني هو مش قصدي على الربط من الحسابات، انا قلت له اللي انت انا عندي حسابات ومجموعات انت هتمنجها، فهنربط الحسابات دي، فنبدا عمليه الربط. هل بينا نبدا؟ فهو هيبدا يقول لي بقى الطريقه وازاي. بس ده كده الفيديو بتاع دلوقتي. خلينا لحد دلوقتي نستكفي بهذا القدر. الفترة الجاية بقى هنبدأ ان احنا نشوف بقى ازاي هنشغل الحاجات ديت ونطلع منها فلوس. ماشي. فلحد دلوقتي انا شايف ان احنا تمام يعني. بس شكرا.